3 يوم الحريات الصحفية، يوم ليس اعتياديا بل للتذكير بالديمقراطية والعدالة. مئات من العاملين في المجال الصحفي، حقوق قليلة، نظم لتأمين الحصول على المعلومة غائبة، صعوبة تأمين الكلمة، عالم صحفي عربي وليس محلي فقط يعاني من المحاسبة والقيود أثناء العمل. النظم الديمقراطية عادة دائما تؤمن للصحفي المعلومة ومصدر المعلومة، وهو غير محاسب عن كشف مصدر هذه المعلومة. احنا بالعالم العربي بالعراق على سبيل المثال للأسف ماكو الضمان للمصدر المعلومة وحرية المعلومة. دائما هناك نوع من الاضطراب في التحصيل على المعلومة، ومن الصعب وحتى إذا حصلنا على المعلومة ربما نحاسب من أين لك هذه المعلومة. حرس بوابة لنفسه، تحول شهده الصحفي العراقي خشية من الحساب والعقاب والدخول إلى المحاكم للدفاع عن نفسه. صحفيون يجدون أن الاعتبارات التي شابت المجال أحالته إلى حلقة منقوصة. أنا أشوف حرية الصحافة منقوصة بالشأن المحلي على اعتبارات عديدة، بدءا من المؤسسة التي يعمل بها الصحفي تضع العديد من الحدود للصحفي، وانتهاء بالموضوعات اللي يتم مناقشتها. هناك خطوط حمراء على مستوى الأمن، على مستوى شخصيات معينة. يجد الصحفي صعوبة في تناول موضوعات معينة ممكن تشكل حرج للمؤسسة. غياب قانون حق الحصول على المعلومة في العراق صاحب أثر سلبي على العمل الصحفي، ما جعل البلد يتذيل قوائم الحرية. تعقيدات تواجه كل من ينزل إلى الميدان لتغطية حدث ما، دعوات لترميم هشاشة أسلوب التعامل مع حامل الكاميرا. نحتاج بأن يكون هناك دورات حكومية لوزارات بالخصوص الأجهزة الأمنية منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، وما يزال ربما أنت يعني تصبحين بهذا الموقف. يطلب من الكوادر الميدانية الصحافة في العراق كتاب عمليات بغداد، وهو الذي ألغي منذ ما يعاقب يعني 3 حكومات أو 4 حكومات ألغي. ما يزال يطلب من الصحفي. واقع الصحافة يشهد تدهورا غير مسبوق وتحديدا في البلدان غير المستقرة، إلا أن العراق أحرز تقدما بتمركزه بالمرتبة 150 في قائمة الحريات الصحفية بدلا عن 169 الذي احتلها سابقا. تدني مستوى الحريات الصحفية في العالم ليس تقريرا يكتب وينتهي الخبر، فبوجهة نظر الحصيف يعد تحجيما لفم الشعب وأذن الحاكم. فحرية الصحافة نتيجة حتمية لما يتعرض له الإنسان من خطأ، فإما أن نمارسها أو نزعم أن المسؤولين معصومون عن الخطأ. شروق الغانم، بغداد، قناة دجلة.